انا كنت حابب ان انا احضر حفله لعمرو دياب. قلت اعيش اللحظه، اعيش لحظه كده احكيها لاحفادي بعد عمر طويل، اقول لهم ان انا شفت الهضبه. لما يسالوني يا جدو انت حضرت عمرو دياب، اقول لهم حضرت عمرو دياب. حضرت له حفله، حضرت له حفله. فالمهم دخلت اشوف التذاكر، لقيت ان انت لو عايز تسمع، وده اوبشن موجود اونلي في حفلات عمرو دياب، ان انت لو عايز تسمع بس مش تشوفه هتدفع 4000 جنيه عشان تبقى واقف بتسمعه زيك زي السماعه البلوتوث، زي ما تبقى حاطط سماعه بلوتوث كده وبتسمع عمرو دياب، انت سامع عمرو دياب بس مش شايفه. 4000 جنيه عشان اقول لاحفادي ان انا كنت في محيط عمرو دياب. لما يسالني برضو نفس الولا الرزل اللي انا ما بحبوش ده، يقول لي ايوه يا جد انت شفت عمرو دياب؟ اقول له لا يا حبيبي بس كنت سامع، كنت في حفله بس كنت سامع ما كنتش شايفه. انا عشان ما يرضينيش زعل حفيدي قلت طب خلاص انا عاوز اشوف النجم، عايز اشوف النجم وابقى راجل بقى على بعضي كده. لقيت ترابيزه ب 8000 جنيه للفرد. طيب يا عم عمرو، قلت خلاص مش مشكله، هو العمر يعني فيه كام عمرو دياب ولا الحياه فيها كام؟ 8000 جنيه مش مشكله، خلاص هدفع. دخلت على الحجز الاقي الموقع بيقول لي الترابيزه ام 8000 دي حضرتك هي ل10 افراد، يعني بتاخدوها شروه واحده كده، انت هتدفع 80000 وبحسب صحابك. طب ازاي يا عم الناس؟ قال لك والله هي كده، عايز تقعد تبقى شايف عمرو دياب هتدفع 8000 جنيه. مش هتدفع 8000 جنيه بس لوحدك، لا انت محتاج تجمع 9 من اصحابك، يكون واحد فيهم اصلا يعني ابوه دخل السجن في قضيه رشوه كبيره قوي عشان يبقى معاه 8000 جنيه. يعني انت تخيل انت بتكلم صاحبك بتقول له مش معاك 8000 جنيه، يعني انت هتقول له تحضر حفله لعمرو دياب هيقول لك تمام، طيب ابعت لي بقى انستا باي كام يا صاحبي؟ 8000 جنيه. اقفل يا ابني